لربنا المجد وعلينا مراحمه إلى الأبد. فصل شريف من إنجيل قال بشير. وفي تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل المأمورة، وجرى هذا الإحصاء الأول إذ كان قيرينوس حاكم سوريا، فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته. وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي يقال لها بيت لحمة، فقد كان من بيت داود وعشيرته ليكتتب هو ومريم خطيبتهم، وكانت حاملان. وبينما هما فيها حان وقت ولادتها، فولدت ابنها البكر فقمطته وأضجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة. وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم، فحضرهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب حولهم، فخافوا خوفا شديدا. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله. ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، وهو المسيح الرب. وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور الجند السماويين يسبحون الله فيقولون: المجد لله في العلا والسلام في الأرض للناس الذين فيهم المسرة. تسبحته لا له بمراوم وعلى الرأس لهم شيء سذر طاب لبناء ناشا. تجبحت لا له بمرا
شافينا برفينا صودينا ملكوث شبحه مسكينا مودينا متربوث وبحدي مريم أبو ذم الكشمير أبو أحيثكم بريالا برايحي ذايا يسوع مسيح عمره قديشة مريالا امردالهم رمل فيدا وشقلو كيف دع المفرح وشقلو كيف دع صيلا نذنو قبل بوثا هاو بيوثب شبحة ونيامين ودب حصوب رحمل بطلدات الحوذاك قديشات بالحوذاك باريو يسوع مشيح أمروح قديش الشبحة دالو أبو آمي قول ازبن وابخل يوم وذكر يا باركه وفي شبح اسمه قديش وانبرخ العالم وديثا ومقاوي العالم برخت مرياحي كل العود ابو صديق وامسرها من مبيس حاذ الخلال. فلما انصرف الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض هلما بنا إلى بيت لحمة فنرى ما حدث ذاك الذي أخبرنا به المرة. وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذوات. ولما رأوا ذلك جعلوا يخبرونا بما قيل لهم في ذلك الطفل. فجميع الذين سمعوا الرعاة تعجبوا مما قالوا لهم. وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها. ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا كما قيل لهم. والأمن والسلام لجميعكم. هاي تعال دليان بدنا بولس. تعال عدليان تعال.
تعال. Yok. Geldi. Bunu da ara. Çok iyi gerekiyor. Bir iki tane toplayayım. Zeynep oldu alemete. Nasıl? بصلاة مودي لفتخ وادخلون قادي شايك رامر مخمر ملكاي حذا يبرم داب اسمعان عودي ثوب خيان لما يختار طيبوت تحلب حد فرقان دغلت دبناي نشوف وذقا شام قد اشتوى مشابه فلتدخيث يضاف له مريم لو شحلم وبارنوش وسط لبحلو فين مشي حاله ديلا وموت الموت عنده شوقة وويث هضمين ثلاثة يثقى بيشتاق شايف مثل غير مشتبه عم ابوي روحي قد شح سعادتنا قد شات الله قد شات حيثنا قد شات لما يثار اتراحم قد شات الله قد شات حيثنا قد شات لما يثار اتراحم معنا قد شات الله قد شات حيثنا قد شات لما يثار اذرح مالا قريليسون طولش لي حواطب نشمع الدمر دين شنيت السابر خلبر من موت سابر نكون
وإن ما لخو من رومه نوي محرم من عيدو ونبعلن يلفونيم شاحل في من كل قابل طبلين وداب يلفوني دالو شاري وشاري. قراءة أولى من سفر المزامير داود النبي. بارك يا سيدي. سبحان مريد السيح والرحمة والعلمين. انشدوا للرب نشيدا جديدا. انشدوا للرب يا أهل الأرض جميعا. انشدوا للرب وباركوا اسمه. بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه. حدثوا في الأمم بمجده، في جميع الشعوب بعجائبه. ولتفرح الثريا ولتهج الثرى، ليعج البحر وكل من حوى، لتبتهج الحقول كل ما حينئذ. تهلل جميع أشجار الغار أمام وجه الرب، لأنه آت ليدين الأرض، بالعدل يدين العالم، وبحقه يحاكم الأمم. آمين. قراءة ثانية من سفر إشعيا النبي. بارك يا سيد. سبح المريا ذنبية وأن الرحمة والعلمين. الشعب سالك في الظلام رأى نورا ساطعا، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم النور. منحتهم ابتهاجا على ابتهاج، وزودتهم فرحا يا رب. كالفرح في الحصاد فرحهم أمامك، وكابتهاج من يتقاسمون الغنيمة. لأن النير الذي أثقلهم والخشبة التي بين أكتافهم كسرتها مع قضيب مسخريهم كما في يوم مديان. نعال العدو في المعركة مع كل ثوب ملطخ بالدماء أحرقتها مأكلا للنار. لأنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن، وتكون الرئاسة على كتفيه. يسمى باسم عجيب، ويكون مشيرا وإلها قديرا وأبا أبديا ورئيس السلام. سلطانه يزداد قوة، ومملكته في السلام دائم. يثبت عرش داود، ويثبت أركان مملكته على الحق والعدل من الآن وإلى الأبد. غيرة الرب القدير تعمل ذلك. آمين. بارك مار. من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. بارك يا سيد. سبحان مريا دشتي حيوان الرحمة والعلمين. أيها الإخوة، كلم الله وآباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا،
فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وقال أيضا سأكون له أبا ويكون لي ابنا. وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا لتسجد له كل ملائكة الله. وفي الملائكة قال الله جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار. أما في الابن فقال عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك. وقال أيضا أنت يا رب أسست الأرض في البدء وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت لا تنتهي أيامك. ولمن من الملائكة قال الله يوما اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. أما هم كلهم أرواح في خدمة الله أرسلوا من أجل الذين يرثون الخلاص. بارك يا سيد. بارك مرقس شافر عمشليو ذحلتون أخفوثم صوت نشمع نزبرتوت بلا حيوثو ديوانجليون قاديشون موران يشو عمشيحو مي فقر علين أشول الموران سماء الكخوف نعم روحا Evangelio قديس مراني شمسيحون كرزوث محياني ثمن يوحنا نشليحون مخرز حياة وفرقاء أنا الألمام بالغديث وعكد دنيتي تشبحون الشلوحي وعن كل الرحمة والعالمين زمنه خيل دبيل دب مران والوان وفرق دلاني شمسيحون من فتحة يلود الباسا من فلتا قارشتا مريم والندين أخانوان ميلا مودنا
كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله. كان هذا في البدء لدى الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة والحياة هي نور الناس، والنور يضيء في الظلمات والظلمة لم تدركه. كان إنسان أرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الجميع على يديه. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان هو نور الحق الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. في العالم كان والعالم به كان والعالم لم يعرفهم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبلهم. أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يسيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمهم، وهم ليسوا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وسكن بيننا ورأينا مجده مجد الوحيد من الآب المملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصاح وقال: هذا هو الذي قلت فيه إن الذي يأتي بعدي كان قبلي لأنه أقدم مني. ومني نحن بأجمعنا أخذنا ونعمة بدل نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح كان. والأمان لجميعكم. هذا وقع سويني ليتلي زماني مالي بطلة أستاذ شمع. وين المي مالي؟ لا والزراع حرقته شوية. إن شاء الله موجود كله.
مساء الخير جميعا. اهلا وسهلا بالضيوف الكرام اخوتي واخواتي. نحيي اعزائنا الحاضرين معنا معالي وزير التخطيط الدكتور خالد نجم بتال المحترم، معالي وزير التربية الأستاذ علي حميد مخلف المحترم، معالي وزير الزراعة الأستاذ محمد كريم المحترم، معالي وزير الاتصالات الأستاذ أركان شهاب المحترم، معالي وزيرة الدولة الست هيام نعمة محمود المحترم، معالي وزيرة الهجرة والمهجرين الست إيفان فايق جابرو المحترمة، الأستاذ رعد كتشتشي رئيس أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية المحترم، الشيخ قيس الشيخ بدر ممثل رئيس ديانة الصابئة المندائية في العراق والعالم، الأستاذ إحسان شمران الياسري نائب محافظ البنك المركزي، إخوتي الكهنة والرهبان الراهبات، أيها الحضور الكريم، في هذا المساء يسرنا أن نتقدم إليكم بأحر التهاني القلبية مع الأدعية الأخوية الصادقة بمناسبة عيد ميلاد ربنا يسوع المسيح بالجسد وحلول العام الجديد 2022 إلى يسوع مخلصنا المولود طفلا في مذود بيت لحم كي يمنحنا والعالم بأسره وعطاياه وبركاته وينجينا من كل الأمراض والأوبئة والأخطار ويسكب في قلوبنا الرجاء المنبعث من ميلاده العجيب لتنعم المسكونة كلها بعام جديد مكلل بالسلام والأمان والطمأنينة والاستقرار، ويتمتع الجميع بالصحة والعافية نفسا وجسدا، فيعم الفرح الروحي والوحدة والمحبة والألفة في العائلات والمجتمعات والأوطان. إخوتي وأخواتي، في ليلة عيد ميلاد يسوع المسيح الإله المتجسد ابن الله الوحيد الذي تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، زارت السماء وأهل الأرض لتخبرهم عن عطية الله العظمى التي أغدقها على البشرية المعذبة. فننشد في صلواتنا يوم الأربعاء هذا اليوم بالسريانية: شبحولي الآبو قاديشو شادار لبري قاديشو وابعوبو دخيو قاديشو شرو قاديشو إيث. ما معناه؟ المجد للآب القدوس الذي أرسل ابنه القدوس فنزل وحل بالقداسة في الحضن الطاهر القدوس، وقد أضحى منا ومثلنا كي نصبح نحن مثله، أضحى بشرا بإرادته كي يجعلنا أبناء لأبيه وشركاء الروح القدس. أجل أيها الأحباء، بدل ميلاد يسوع مسار التاريخ البشري بأسره، وأعطى الإنسان هدفا يسمو إليه، وهو الاتحاد بالله الخالق والمدبر. اليوم أراد الله في حكمته الأزلية أن يتجسد، أي أن يصبح إنسانا من دون أن يتخلى عن الألوهية، فأرسل كلمته وهو روح منه كي يصبح بشرا ويسكن بين الناس ليفتديهم ويجعلهم أبناء الله كما جاء في الكتاب. فلما تم الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا في حكم الشريعة، ليفتدي الذين هم في حكم الشريعة، فنحظى بالتبني. لم يورد السيد المسيح بين الناس في فراغ ديني بدون سابق إعلان وتهيئة وإعلان، بل أعدت مجيئه سلسلة من الأنبياء في العهد القديم الذين أخبروا عنه، كما قال إشعياء النبي: ها إن العذراء تحمل ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل.
أي الله معنا. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والمقيمون في بقعة الظلام أشرق عليهم النور، لأنه ولد لنا ولد وأعطي لنا ابنا، فصارت الرئاسة على كتفه، ودعي اسمه عجيبا مشيرا، إلها جبارا، أبا الأبد، رئيس السلام. أحبائي، لم يظهر المسيح على الأرض مثل ملاك سماوي بلا جذور إنسانية وأسرة بشرية، بل ولد في عائلة احتضنته وربته، وكان يترعرع ويشتد ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. لم يأتي إلينا السيد المسيح في شبه إنسان خارق لا تحده قوانين الطبيعة، بل جاء إلينا كسائر الأطفال حاملا الطبيعة البشرية ما عدا الخطيئة، ولابسا القدرة الإلهية. كان مولده في بيت لحم في فلسطين المحتلة، كما أنبأ بذلك النبي ميخا قائلا: وأنت يا بيت لحم أرض يهوذا لست أصغر ولايات يهوذا، فمنك يخرج الوالي الذي يرعى شعبي. ولا تزال كنيسة المهد في بيت لحم شاهدة على ذلك، وصارت محجة للمؤمنين. كان لمولده زمان في أيام الملك هيرودس في عهد قيرينيوس الروماني حاكم سوريا. إنه الزمن المنتظر، لأن الله بعدما كلم آباءنا قديما مرات كثيرة بلسان الأنبياء كلاما مختلف الوسائل، كلمنا في هذه الأيام وهي آخر الأيام بلسان الابن الذي جعله وارثا لكل شيء، وبه أنشأ العالمين، هو شعاع مجده وصورة جوهره، يحفظ كل شيء بقوة حكمته وكلامه. ففي يسوع تحققت التنبؤات والشرائع. كان السيد المسيح آية معرضة للرفض، حيث يقول يوحنا الإنجيلي في بداية بشارته عن الكلمة المتجسد: جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله. وجاء في نبوة سمعان الشيخ عن الطفل يسوع لما حملته إليه أمه مريم سيكون آية معرضة للرفض. وبدأت المأساة حتى في يوم مولده، حين أغلقت الأبواب في وجهه، أبواب البيوت والفنادق والمضافات في بيت لحم، فولدته أمه مريم في مغارة متواضعة، فقمطته وأرجعته في مذود، لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة. من كان يستطيع كما يقول آباء الكنيسة أن يتصور أن ملك السماوات والأرض وخالق الأكوان لا يجد في مملكته وبين خليقته مكانا يلد فيه ابن الإنسان؟ نعم، ستبقى هذه العبارة المحملة بالأسى المثقلة بالأحزان، لم يكن لهما موضع في المذود. ولكن إذا جاء إلينا السيد المسيح اليوم، فهل يجد له موضعا في قلوبنا وفي بيوتنا؟ لقد امتلأت منازلنا بكثير من الأشياء والكماليات، حتى إننا لم نترك مكانا لاستقبال ذاك المسيح الآتي إلينا. لقد علا الضجيج والصراخ والشجار في العالم وفي مجتمعاتنا، في بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا ومستشفياتنا، حتى لم نعد نسمع صوت المسيح الواقف أمام الباب. لقد غطت عيوننا الغشاوة ولفت قلوبنا القساوة
وأفسدت نفوسنا الأهواء، فأنى للمسيح أن يجد له بيننا مقاما. ما أشبه اليوم بالأمس، نعيش وكأن لا مكان لإخوتنا الفقراء والمعوزين والمعوقين والمرضى والمشردين واللاجئين في مجتمعنا. لماذا؟ لأنهم يسلبون راحتنا ويعيقون حريتنا وينغصون عيشنا، وننسى أن هؤلاء جميعا هم إخوة يسوع، وإن كل ما نفعله لهم فإنما له نفعله، وفي يوم الدينونة سنؤدي حسابا عن مدى استقبالنا لهؤلاء كلهم أو رفضنا لكل من يقرع بابنا. السيد المسيح هدى ونور حقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم، لكن الناس فضلوا الظلام على النور، ولا تزال هذه المأساة مستمرة. فالناس أفرادا وشعوبا اليوم كما في الأمس يفضلون الظلم على النور، لأن أعمالهم شريرة وسيئة، فكل من يعمل السيئات يبغض النور فلا يقبل إلى النور لئلا تفضح أعمالهم. أما الذي يعمل الحق فيقبل إلى النور لتظهر أعماله وقد صنعت في الله. ففي عالم يسوده الحقد واليأس والخوف وتتحكم فيه مطامع الدول القوية ومصالح المجتمعات الغنية، وتتفشى فيه الأمراض المستعصية والأخلاق المتردية والمبادئ الفاسدة. نحن بحاجة إلى نور المسيح ليهدينا إلى سبيل الخير والحق، فإنجيله وحياته هدى ونور لكل من أراد أن يستنير ويعمل ويشهد للحق. عيد الميلاد أعزائي هو عيد الأخوة الإنسانية، وعيد مشترك تتسامى فيه روح الأخوة والمحبة والرحمة، وتعلو فيه أصوات الملائكة في نشيد الكون: المجد لله في الأعالي والسلام في الأرض والمسرة بين الناس. العراق الذي تبارك بالزيارة التاريخية بقداسة البابا فرانسيس في آذار الماضي جددت فيه الرجاء بعيش آمن وأخوة واحترام متبادل. ونحن نؤكد أعزائي أن المكون المسيحي أصيل ومؤسس في نسيج بلاد الرافدين، ويجب أن ينال حقه في المساهمة الفاعلة بإدارة شؤون البلاد أسوة بسائر المكونات الأخرى. إننا نسأل الرب المولود في مذرة بيت لحم أن يوحد القلوب ويقوي العزائم، فينهض العراق بجميع مكوناته وأديانه، ويحيا فيه أبناؤنا وبناتنا مع سائر إخوتهم في الوطن بالوحدة والألفة والاستقرار. نعم أعزائي، الله يريدنا أن نحيا معا متحدين في الإيمان بالله الواحد وبوصية محبة الله ومحبة القريب. معا سنعمل على بناء مجتمعات مدنية مبنية على المواطنة والحرية الدينية وحرية المعتقد. معا سنتعاون لتعزيز العدل والسلام وحقوق الإنسان وقيم الحياة والعائلة. إن مسؤوليتنا مشتركة في بناء بلدنا العراق. نريد أن نقدم للشرق والغرب نموذجا للعيش المشترك بين أديان متعددة
للتعاون البناء بين حضارات متنوعة لخير وطننا ولخير البشرية جمعاء. في هذا العيد المبارك نؤكد إن الطريق إلى السلام بين الشعوب يمر عبر احترام حقوقها وبالحوار والتسامح والانفتاح وقبول الآخر وبناء حضارة المحبة. أفضل هدية نتلقاها ونوزعها في هذا العيد هي تجديد الوعي المعرفي والموضوعي بجوهر المسيحية والإسلام والأيزيدية والصابئة المندائية وجميع الأديان في العراق. بهذا نعطي العالم مثالا يحتذى في التآخي بين الشعوب والحضارات والأديان. لذلك يجب علينا أن نقف صفا واحدا لنشر ثقافة الإخاء والتسامح والمحبة والوحدة الوطنية. في هذا العيد المجيد نرفع صلواتنا أيها الأحباء إلى الله من أجل رؤسائنا الروحيين والمدنيين، من أجل حكومتنا الموقرة، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس البلاد، ليعم السلام والوئام في العالم أجمع، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، لكي تبتعد عنا أشباح الحروب والفتن والظلم والحقد والبغض والأمراض، لأن الله محبة، فهو لا يولد في قلوب يعتصرها الحقد والكراهية والانتقام ورفض الآخر. الله يسكن في قلوب نقية طاهرة على مثال خالقها. أمنيتنا في هذا العيد إخوتي وأخواتي وفي مطلع السنة الجديدة 2022 نصلي لكي يصبح بلدنا العراق نموذجا حضاريا للعيش المشترك بين الأديان جميعا على أساس التسامح والاحترام والتبادل المتبادل والحوار البناء لتسوية كل الخلافات. أمنيتنا في هذا العيد أن ترتفع دقات أجراس الكنائس وأصوات المآذن فتغطي وتبطل بدعائها وبألحانها أصوات البنادق والرشاشات والتفجيرات وآلات الموت في عراقنا هذا. أمنية العيد أن يعود الفرح وترجع البسمة إلى شفاء أطفالنا، أطفال العراق الذين حرموا منها لسنين عديدة، ويملأ قلوب الشباب فرحا بإيجاد فرص عمل ووظيفة للعيش الكريم لنقلل من نزيف الهجرة. وهكذا شيئا فشيئا تعود البهجة إلى قلوب الجميع رغم الصعوبات والتحديات التي نواجهها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية. كل شيء نستطيع التغلب عليه بوحدتنا وبالتعاون مع بعضنا بالألفة والأخوة الإنسانية، وخاصة محبتنا لوطننا العراق. أعاد الله علينا أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة بالخير واليمن والبركات، آملين عودة السلام والأمان لربوع بلادنا ولكل البلدان المضطربة. وكل عام وأنتم بخير، ولد المسيح. هللويا. بركة الله لا تحل عليكم، آب وابن وروح القدس إله الواحد، آمين. سنتما يا أتوخ
اثبات تهديث اضرب قول أسرنا وطبطبطين آمين ابق الزبان وابق العدام نشتنا آسف بارخ مور إلى رئيس أحبار إيمان يسوع المسيح القربان الطاهر القدوس الذي تولى بذاته تطهير خطايانا وبرر المسكون بذبيحة نفسه الصالح الذي به يليق الحمد والوقار والولاية وبأبيه وبروحه القدوس في هذا الوقت الذي تتم تقدمة القداس هذه وفي جميع الأوقات إلى أبد الآبدين آمين. أمام الرب الرحيم وأمام مذبحه الغافر وأمام هذه الأسرار الإلهية السماوية وأمام هذه التقدمة الرهيبة المقدسة يوضع البخور بيد أبينا الحبر الجليل وكل طالبين الرحمة والتحنن من الرب. أيها الرب الرحيم ارحمنا ووعدنا. كن أيها الرب الإله غافرا ومطهرا متجاوزا وماحيا ولاشيا سيئاتنا وغير ذاكر إياه. الآن فامحو بحنان محبتك خطاياي الكثيرة الباهظة التي لا تحصى وخطايا شعبك المؤمن. يا ربنا أيها الصالح وارحمنا. اذكرنا بمراحمك يا رب الإله واذكر بها أيضا نفوسنا ونفوس آبائنا وإخوتنا وساداتنا ومعلمينا وأمواتنا وجميع الموتى المؤمنين أبناء البيعة المقدسة الممجدة. أريح أيها الرب الإله نفوسهم وأجسادهم والضابط لمراحمك وحنانك عظامهم. كن غفرانا وغافرا لنا ولهم أيها المسيح ملكنا أيها الرب ربنا رب المجد. استجب لنا وعلمنا إلى عون يوم سعادتنا يا ربنا ونجنا واقبل صلواتنا. اللهم كف عنا جميع عقوبات القاسية برحمتك واجز عنا قضبان الغلب المؤلمة وازلة وأهلنا جميعا يا رب الأمن والسلام للآخرة الصالحة وبلغنا إلى ختام حياتنا ختاما مسيحيا يجمل ويليق بإرادة سيادتك وإليك نرفع الحمد والشكر الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. بارك لك المجد والإكرام أيها الإله الكلمة الآتي من حضن أبيه والحال في حضن بن داود يا مكون الأجنة في الأعشاء وقد صار جنينا ولدته والبتول مريم ميلادا عجيبا يا بار العالمين الملتحف بالعزة الإلهية وقد وضع فقيرا في مذود ولف بالأقمطة وصيح إلى ذراع والدته وتغذى من حليب ثديها وسجد له الرعاة وقدم له المجوس هداياهم. وإذ نتأمل في ميلادك المعجزة لأجلنا ننشد مع الملائكة في بيت لحم المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام ورجاء الصالح لبني البشر. نفرح مع البعيدين والقريبين لأنه قد ولد لنا مخلص
وهو المسيح الرب. ونهتف قائلين: عجب أنت يا ابن الله الكلمة الذي صار بشرا وحل بيننا. عجب أنت يا ابن الله لأن نورك قد أشرق فبدد ظلام الخطيئة من المسكونة. عجب أنت يا ابن الله لأنك صالحت باك مع بني البشر وزرعت السلام والأمن في المعمورة. ولا نتوسل إليك أيها الطفل الإلهي المولود من مريم العذراء في بيت لحم على عطر هذا البخور الذي قدمناه أمامك أن تمنحنا معرفة حقيقية لسر تجسدك واعترافا قويما بتأنسك، فنفرح مع مريم ويوسف ونعيد هذا العيد المجيد بالبهجة الروحية، ونحن متزينون بفضائل الإيمان والرجاء والمحبة، ونتهيأ إلى لقائك يوم مجيئك الثاني مع موتانا الراقدين على رجاء الإيمان بك، ونسبحك مع بك المبارك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين من بارخمون. من القبيح وسيدحى وبيسبقون تحتهم ذكران الطبوان إذا ما يمني بطرين من عالم والمين. قاديش أبو قاديش قاديش برو قاديش قاديش روح قاديش. ولنقف حسنا وبصلاة الحبر الجليل نصرخ قائلين: نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض وكل ما يرى ولا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل شيء، إله من إله نور من نور وبخل مغارة من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجله خلاص ينزل من السماء وتجسد وصار إنسان وصلب عوضنا في عهد بالرأس كان الأموات وكتبنا الأقوام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بيدين الأحياء والأموات الذي ليس يمكن قضاءه الرب المحيي المنتج من الآب ومع الآب يوجد له المجد الناطق بالأنبياء وبالكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقبل ونعترف معه إلى واحدة بمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة. إخوتنا وأخواتنا صلوا معنا ليقبل الرب قرباننا. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا على المذبح الروح الذي فوق السماء،
تجاوز واعف واصفح. اجا الذين سبقوا فرقدوا على رجائك أسلم الأحياء الذين تقرب هذه الذبيحة أيها الرب الإله العطوف والغزير الرحمة، يا من يجيب بعدل من يدعونا بغير ارتياب، هبنا الآن نحن الذين يصرخون إليك بإجماع الكلمة أن نتبادل السلام بالوفاق ومحبة إلهية. نرفع لك الحمد والشكر ولابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى الأبد. السلام لجميعكم. شو السلام معكم جميعا. تفضلوا استريحوا. وإذا ما بعدت يا رب عنا كل انقسام اجددنا بوثاق حبك وارسل لنا نحن المنحنين أمامك البركات الفائضة لنكون ساجدين حقيقيين لك وشركاء في خيراتك، فنرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. بارك مور إنك أنت يا رب كنز المعونات ومعين الخيرات، فاغننا نحن المحتاجين المساكين بغنى موهبك الإلهي الذي لا ينضب، واجعلنا شعبا كاملا مقدسا وجمعا مفتدا يشيد بتساميحك يا الله الآب وتساميح ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين.
فلنقف حسنا يا إخوتي بخوف وورع وطور وقداسة وحب وإيمان حق، ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوع أمامنا، والتي يقربها الحبر الجليل ويقدمها عنا لله الآب رب الكون ذبيحة حية رحمة وسلاما، ذبيحة وشكرا. لتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة روح القدس وحلوله مع جميعكم ومع روحك، فلنرفع قلوبنا وأفكارنا إلى الرب. عند الرب لنا اشكر الرب بمخافة، إنه لواجب إنه لواجب ولائق. نشكرك ونسجد لك ونسبحك يا الله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس، تسبح جلالك السني جميع القوات الروحانية والطغمات المتوقدة والمقتبسة من اللهيب، أجواق الكروبيم الأقوياء المتوهجة وأفواج الساروفيم القديسين الرهيبة، أولئك الذين يصفقون بأجنحتهم ويسبحون ويهتفون صارخين وقائلين قدوس وكل قداسة أنت يا إله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس. قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك أكرمت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أو خالص وكولا دبرانوس ودحله في مجمع لذياء بها مثل محلف حاجة المغفرقه ساب لحمها لذاك كارب شاب لاسماء يهودي باريخ وقصص وارث الميلا يصليحك ظلمة صدق المني أنا إيساء فرادي أو دحلة فيكون محلف سجير وإذا السنة فيه كان تحته الحائد العلم أخوان شمن دفع دحشم قد نازل من حمر ما يهودي باريخ وقادش من يعرف أمير يصليحك ضمار صار يشتغل يكون
عليكم أحلى التأجيل موضي سيد المسيح قيمة آمين. وأضاف ربنا لتلاميذه قائلا اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيء. إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني فاشملنا جميعا بمراحمك. إننا نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله. فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهجها معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى بك قائلة ارحمنا. ونحن أيضا يا رب نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل. نسبح لك نبارك لك نسجد ومنك نطلب أيها الرب الإله أشفق يا صالح وارحمنا. بارك يا سيد مرابد الساعة ويبد الوقت يا أحبائي. أيها الرب ضابط الكل يا إله القوات المقدسة نسألك ونحن ساجدون أمامك أن ترسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة أمامنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب أشفق يا صالح وارحمنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. افحي معنا اللحمون أو الطورم يقرب نوران يشوع مشيحه. والخاصان ابن ديله نوران يشوع مشيحه. وثاني دابر شيء قلبي قمر ونفنس سفار بروني يا وسف أطريارك وديلان ورفرم يا وسف واترفوني طريلا مشارك وبقولهم في ثقافة إنسان شبحون صوت شروط مريم فيك شفق في عيد ميلادك أيها الرب المخلص نصلي من أجل كنيستنا والمسؤولين فيها، وخاصة من أجل مار فرانسيس بابا روما ومار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريركنا السرياني الأنطاكي، ومار أفرام يوسف مطراننا،
مع الأساقفة والكهنة والمكرسين كي يكونوا رعاة حقيقيين يسهرون على سلامة قطيعهم الروحي. من الرب نطلب. يا رب استجب يا رب. في عيد ميلادك يا ملك السلام نصلي من أجل وطننا العراق ورؤسائه أن تمنحهم القوة والحكمة والصبر لكي يقودوا هذا البلد إلى بر الأمان والسلام، حيث هناك الازدهار والاستقرار والتقدم الحضاري. من الرب نطلب. في عيد ميلادك أيها المخلص والمعلم نصلي من أجل عالمنا الذي ولدت فيه كي تتوقف الحروب والنزاعات بين الشعوب، فأنت ملك السلام. أعطنا سلامك وأمنك، من الرب نطلب. في عيد ميلادك أيها الطبيب الشافي نصلي من أجل كل الفقراء والمظلومين والمرضى الذين يعانون الألم والراقدين في المستشفيات والمصابين بالأمراض المستعصية، أن تكون أنت وحدك سلامهم ودواهم الوحيد وعونهم الدائم. من الرب نطلب. في عيد ميلادك أيها الرب الفادي نصلي من أجل عائلاتنا لتزداد ترابطا، ومن أجل الآباء ليزدادوا حنانا، ومن أجل الأبناء لينموا بالنعمة والحكمة، ومن أجل الأخوة ليسيروا بالمحبة، فتعكس صورة عائلة الناصر المقدسة. من الرب نطلب. استجب يا رب استجب يا رب. أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا ورجاء حياتنا الأبدية بالمسيح، نبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن المغفل أمامك بغزارة حنانك. أهلنا لندعوك أيها الآب القدوس بشهادة ضمير خالصة، ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيح إلى أبد الآبدين. أجل يا رب لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير ومن كل ما يحاكيه، لأن لك الملك والقوة والتسبيح ولابنك الوحيد ترعك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم.
مع روحك من قبل تناول هذه الأسرار المقدسة التي تقربت، فلنحني رؤوسنا للرب الرحيم أمامك يا ربنا وإلهنا. بارك يا رب أبنائك وبناتك هؤلاء الذين يحنون أنفسهم وأجسادهم أمام حنانك، قدسهم، احفظهم، احرسهم، اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع نحن إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. فلتكن نعمة الثالوث الأبرز المخلوق الأزلي الأبدي المتساوي في الجوهر ورحمته مع جميعكم إلى الأبد. آمين. بارخ مردي حلث برتيثو حرحوس مر رحم علي وعدار التقادم والأقداس للقديسين تعطى. معنا الآب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه الثمينة. معنا الروح الواحد الحي القدس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. بارك اسم ربي من الأزل وإلى أبد الآبدين. آمين. لا قدوس طاهر يا رب. وعد وقال كل من يأكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يثبت فيها وأنا فيه وأنا أقيمه في اليوم الأخير. أهلني الآن لأتناول قربانا حيا فأستحق بك غفرانا الخطايا والصفحة يا ربنا وإلهنا. إلى الأبد. مولودي مالكم شيعوا شاويوي لا برب فارقان باصليب ريخ فرقانو قريشا 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 دب خلفين يون مورب الأخرون يولد والقديشة والعانيد آيمن هاليلويا.
من مذبحك المبرر، فنحن غفران لأبنائك وبناتك يا ابن الله الذي أتى بخلاصنا، وسيأتي يزني بعافنا وتجي جنسنا إلى الآباد. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة، وبارك وجه الساجد لك المقتل جسدك ودمك الكريم لمغفرة الذنوب وصغن السيئات وبهاء الوجه أمامك يا ربنا وإلهنا إلى الآباد. فلتكن رحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حمل هذه الأقداس وعلى أبيها وأخذها وعلى كل من تائب واشترك فيها برحم الثالث القدوس في العالمين إلى الآباد. أنت ربنا لا ترهبات أسر أمان ويأخذ لا
قلنا شليل مرسيدس. زلة إيمان زلة لا مش نسيكا لك المايك مساك. المجد والمجد شبح ولي والذكر وللصدق للقدس عني ذحن ورحمه المجد لك يا ربنا وإلهنا إلى الأبد. المجد لك يا سيدنا يسوع المسيح جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الحي الغافر الذي شربنا فيكون للدينونة والقصاص بل للحياة الأبدية وخلاص جميعنا. ارحمنا. لقد برقت زغبتي كل شلنا شموفنا ودي داتم لحمنا دميث تمر طاب لحم مودنا الله فعلون يتيرويب مودنا الله قبلنا طيب الثور. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أهلتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة جسد المسيح المحيي ودمه الفادي فاجعلنا إذا أهلا لقبولها حتى إذا ما قبلناها بقداسة وضمير طار الأيام كلها نتقول السماء ما يرضيك فنرفع لك الحمد والشكر لابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. السلام لجميعكم مع روحك من بعد تناول هذه الأسرار المقدسة التي وهبت فلنحني رؤوسنا للرب الرحيم أمامك يا ربنا وإلهنا. اللهم يا من تنازل برافته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسراره المقدسة احفظ واختم أبنائك الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرار بقداسة الأسرار التي أخذنا. اجعلنا لا نعود إلى الخطيئة
نتقوى بك ونرفع لك الحمد والشكر وإلى بك روحك القدوس الآن وكل آن وإلى أبد الآبدين.